يتجدد الجدل أسبوعا بعد آخر حول عيد الأضحى هذا العام، في ظل الإقبال الضعيف على شراء الأضاحي، وسط حالة من الترقب تسود صفوف الكسابين والمهنيين من جهة، والمستهلكين من جهة أخرى، خشية تقلبات الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض خلال الفترة المقبلة. وتتباين الآراء بشأن مستوى الأسعار الحالية، خصوصا خلال الأسبوع الماضي، حيث يرى بعض التجار والكسابة أن الأسعار عرفت تراجعا في عدد من الأسواق، في حين حافظت أسواق أخرى على استقرار نسبي في مستوياتها. وفي هذا السياق، أوضح رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي أن الأسعار ما تزال في المجمل مقبولة إلى حدود الساعة، مشيرا إلى أنها تتراوح ما بين 3000 و 8000 درهم. وأوضح جبلي في تصريح لجريدة هسبرس الإلكترونية أن سوق أحد البروج بإقليم سطات المعروف بإنتاج سلالة الصردي سجل يوم الأحد إقبالا ضعيفا، رغم أن الأسعار تبقى في متناول شريحة واسعة من المواطنين، مشيرا إلى أن عامل الجودة يلعب دورا مهما في تحديد ثمن الخروف. وأضاف رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي أن هذا الضعف في الإقبال قد يفرز انعكاسات عكسية خلال الأيام المقبلة، محذرا من أن أي ارتفاع مفاجئ في الطلب قبيل عيد الأضحى قد يدفع الأسعار إلى الصعود بشكل ملحوظ. وأكد المتحدث أن أسعار الأضاحي مثل باقي السلع تخضع بشكل مباشر لقانون العرض والطلب، بحيث يؤدي ارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأسعار، والعكس صحيح. كما شدد على أن استمرار وتيرة الشراء بشكل منتظم خلال الأسابيع المتبقية قد يساهم في تفادي سيناريو الارتفاعات الحادة في الأسعار. واعتبر جبلي أن سعر الكيلوغرام في الأضحية يبلغ حوالي 70 درهما، مشيرا إلى أن هذا المستوى يعد مقبولا في السوق. وأكد أن الخروف الجيد الذي تتوفر فيه المواصفات المطلوبة لن يشهد تراجعا في سعره، لأنه يظل مطلوبا ويحافظ على قيمته، في حين يقتصر الانخفاض على الخراف الضعيفة التي لم تخضع لعملية التسمين وتعتمد فقط على الرعي.